بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر شروط التوبة وأنها 5: الإخلاص لله، والندم على فعل المعصية، والإقلاع عنها. والإقلاع عنها يعني ترك المحرم إن كانت المعصية فعل محرم، وفعل الواجب إن كانت المعصية ترك واجب. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي، بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد، فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب كما جاء في الحديث، أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس، يقول فعلت كذا وكذا إلى آخره. إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير، ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه. ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، هذا هو الأفضل. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا، فيقول إنه فعل كذا وكذا، يطلب إقامة الحد عليه، لأن الحد كفارة للذنب. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استهر الله. وكذلك الزنا وشبهه، استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر، لا تفضح نفسك ما دمت تبت بينك وبين الله، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه. جحدت حقا لشخص، يعني في ذمتك دين الإنسان وأنكرته ثم تبت، فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه. فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه، تصدق به عنه تخلصا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه، يؤديه إليه. أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبهه، فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته. إن كان على الظهر فعلى الظهر، على الرأس فعلى الرأس، في أي مكان ضربته فليقتص منك
لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا 2. وإن كان بقول أذية بقول مثل أن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفق أنت وياه عليه، حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطي. 4 أن يكون الحق غيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تسمح عني وتحللني. وقال بعض العلماء لا تذهب إليه، بل فيه تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها وأن تستغفر له، تقول اللهم اغفر له، كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها. أما الشرط 4 فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل. من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسنح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح. مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر، فأصيب بفقر افتقر وقال اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب يقول تبت إليك، ولكن هو نيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول، فهذه توبة عاجز. هذه تبت أم لم تتب؟ لا لست بقادر، لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر يقول خلاص تركت الذنوب، لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذا توبته غير مقبولة، لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه. وبقي الشرط 5 نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل.